ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الذره الشامي اللي هو الدقيق الاصفر. كيكه سهله وبسيطه وهنعملها وطلعت حلوه معانا خالص اهي. مقادير بسيطه وفي البيت. معانا 3 بيضات، عليهم ذره من الفانيليا. هنضربها. مكوناتنا بسيطه جدا على فكره يا جماعه، ممكن تضربيها بالمضرب العادي. معانا نص كوبايه سكر، نص كوباية، ما تكتريش عشان ما يسكرش. هنفضل نضرب كده فيه لغاية ما يبقى زي الفوم، عامل فوم. هنضيف معانا بشر برتقانة، ما نكترش، هي عبارة عن معلقة بس. هنضيف مبشور البرتقان، وهنفضل نضرب كده لغاية ما يبقى معانا تقيل ويتضرب ونحس ان احنا السكر داب كده تمام خالص. معانا ذرة الفانيليا اهي. بصوا يا حبايب، بقت ايه زي بالظبط كأني فيها دقيق. هنا معانا نص كوباية زيت، وهنفضل نضرب عشان كل المكونات تتجانس مع بعض. هنضربها كويس قوي عشان بتطلع الحاجة ناجحة من الضرب. معانا هنا كوباية لبن، هنضيفوها حبة حبة كده اهوت عشان ما يطرطش كده. معانا خلصنا كل المقادير، السكر والبيض واللبن والفانيليا كده خلاص. بصوا يا حبايب، معانا هنا ايه، كوبايتين من دقيق الذرة. كوبايتين من دقيق الذرة، عليهم ذرة ملح، ذرة ملح صغيرة، وعليهم كيس كيك شيف. أنا دايما بستعمل كيك شيف يا جماعة، دايما بيبقى ناجح وحلو. بقلب كل المقدار مع بعض. هضيفه على المكونات اللي احنا ضربناها مع بعض، وهنفضل نضرب فيه لغاية ما يشرب كل الدقيق في السوائل اللي احنا حطيناها. انا بصوا كده، هنا المقدار خفيف. انا حبيت اجرب، حطيت نص كوبايه دقيق ابيض بس، هو مفروض كوبايه بس انا خفت لا يتقل معايا. حطيت بالتدريج معلقه معلقه بمقدار. هنا حطينا معلقه خل، هفضل اضيف معلقه معلقه. انت ممكن تضيفي كوبايه دقيق كامله من الاول لغايه ما يبقى المقدار معاكي تمام التمام، والعجينه متماسكه وبتعمل زي منقار كده بتاع اللي بيبان في العجينه. هضيف معلقه كمان لغايه ما يتقل معايا بالظبط كده، شويه شويه يا جماعه. عشان انا اول مره اعمل الكيكه دي، بصراحه طلعت ناجحه وحلوه قوي. جربوها، حلوه وخفيفه على فكره وهتحبوها، بس بالدقيق الاصفر مش بالدقيق الابيض، الذره الشامي الابيض. هنا احنا حاطين كده المقدار معانا 3 كوبايات، 2 دقيق ذره وكوبايه دقيق ابيض. معانا هنا كده خلاص. انا برضو حاسه انه العجينه بقت كويسه. معانا صينيه مقدار 24، مساحه 25 24. بنحط فيها الكيكه، ونرش على الوش حبه سمسم كده. بندقها شويه على الترابيزه عشان تطلع الهواء. دخلناها على فرن 180 درجه لمده 40 دقيقه. خرمناها كده اهوت بالخله، وهنسقيها بالشربات اللي هو عباره عن كوبايه سكر وكوبايه ميه وعصره ليمونه بس كده. ودي معانا طلعت الكيكه اهي. معانا كيكه في منتهى الجمال والطعامه، حلوه قوي، مغذيه وجميله وحلوه في الشتاء. لو حد اللي تابعني يا جماعه تابعوني واعملوا لايك وشير عشان نستمر معاكم ان شاء الله دايما في كل اكلاتنا. وكانت معاكم السندريلا سعاد من مطبخ السندريلا سعاد. باي.